السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم نسمة وصفات سهلة وبسيطة. هنعمل بقى النهارده شاورمة الفراخ بطريقة بسيطة جدا بتتبيلة احسن من المحلات كمان. فظيعة يا جماعة، لازم تجربوها. يلا بقى اعملي لايك ومتابعة القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو شاركيه مع اي حد من حبايبك عشان الكل يستفيد. بصوا تحفة ومتشوحة بقى واخدة. بصوا الاسواعة كده بتاعت الجريل تحفة يا جماعة، لازم تجربوها. معايا بقى كده طبق حطيت فيه بقى علبة زبادي، حطيت فيه نص معلقة كده من الملح وشوية من الفلفل الأسمر، معلقة صغيرة من التوابل شاورمة فراخ، وحطيت كمان رشة كده من جوز الطيب أو كوبيبة صيني، ومعلقة صغيرة من توم بودرة، معلقة صغيرة بصل بودرة، وحطيت كمان ربع معلقة كده من البابريكا. حطيت عصرة ليمونة، نص عصرة ليمونة، وحطيت كمان معلقة صغيرة كده من الخل. الكمية دي على نص كيلو من البانيه متقطع شاورما. هنبدأ بقى احنا نقلب كل ده كده مع بعض كويس جدا. الليمون والخل بيخلوا النسيج بتاع الفراخ بيبقى طري كده وجوسي وجميل جدا، ما تستغربوش ومش هيبان خالص في طعمها. نبدأ بقى نقلب كل ده كده مع بعضه. الفراخ كده مع الزبادي، اهم حاجة ان انت تخلي كل حتة من البانيه تكون متشبعة او الشاورما تكون متشبعة من التتبيلة. نمسكها بقى نغطيها كده لمدة ساعتين 3 يوم. بصي كل ما تسيبيها كل ما تديكي نتيجة احسن. معايا كده زي ما انتم شايفين كده، ده التقطيع بتاع الشاورما. طبعا بيبقى مطول كده شوية، مش بيكون مربع، بس لو انت عايزه تقطيع مفيش اي مشكله، تقطيع اي شكل يعني براحتك. معايا بقى كده زي ما انتم شايفين كده، ده كده صينيه واسعه حطيت فيها شويه كده من الزيت. ما تقوليش الزيت ده كتير، لا، عشان احنا نستخدمه لحاجتين مش لحاجه واحده. وحطيت الكميه بتاعه الشاورما. انا عايزه تكون حاجه واسعه عشان خاطر مش عايزاها خالص تنزل ميه. واهم حاجه برضك تكون الصينيه او الطاسه معاكي تكون سخنه جدا، واول ما تنزليها ما نقلبش فيها زي ما انت شفتي كده. بعد ما تبدا بقى ان هي تتشمع تروحي بقى مقلباها. هناخدها بقى على جنب كده شويه او اركنيها، او لو انت الطاسه معاكي صغيره ابداي شيليها خالص. وفي نفس المكان اللي احنا شوحنا فيه الشاورما هنبدا نشوح فيه البصل. كميه البصل والفلفل اي حاجه بقى من دي بتاعتك انت، كتير قليل على حسب ما بتحبيها. زي ما انتم شايفين كده، بس اديناها كده البصل تشويحه، خد كده دبلان حلو قوي، وخد كرمله كده جميله مكان الفراخ. ونزلنا كمان بالفلفل ونزلت كمان بملح وفلفل اسمر ونص معلقه كده من التوابل بتاعه الشاورما. حطيت كمان رشه من القرفه، وحطيت كمان رشه كده من من الكوبيبه الصيني، بتديها طعم حلو قوي، او جوز الطيب على حسب ما بتحبي. واحط كمان حبايه طماطم كده مسكتها قطعتها برده، كل ده كده جوليان، متقطع جوليان. طبعا احنا طبعا بنتبل بقى الخضار ده عشان يديكي طعم حلو. وبعد ما تبلناه بقى خلاص ومش بيفضل كتير اصلا على النار. هنبدا بقى ان احنا نرجع معاهم كده الشاورما زي ما انت شايفه كده، يا دوبك تقلبتين كده كله يندمج كده مع بعضه، وكده تكون خلاص جاهزه معاكي واللي هي تتاكل بألف هنا والشفا. بصوا يا جماعه بسيطه وكانت طعمها تحفه فعلا والله، احسن من المحلات. زي ما انتم شايفين كده بقى انا هحط في كايزر. انت بقى عايزه عيش بلدي، عايزه عندك عيش سوري، اي بقى حاجه عايز تحطيه فيها براحتك دي خالص. زي ما انتم شايفين كده، بصوا ما شاء الله متشوحه كده جميله جدا، واخده لسوعه كده حلوه قوي. تحفه يا جماعه، كانت خطيره. يلا بقى اعملوا لايك ومتابعة القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عجب الفيديو شاركيه مع اي حد من حبايبك عشان الكل يستفيد. تحفة جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.